جوليا بطرس عندها أغنية حلوة جدا، وبالمناسبة يعني كل أغاني جوليا بطرس حلوة وأنا بشكل شخصي بحبها جدا جدا. الأغنية بتقول إيه؟ يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا. قد إيه في ناس كتيرة جدا بتعيش في الماضي وتعيش في أطلال اللي حصل واللي كان. تعالوا بس نقول حاجة، العالم ده فيه 8 مليار بني آدم بحكاياتهم بتفاصيلهم بقصص حبهم، بالناس اللي ماتت، بالناس اللي عاشت، بالناس اللي اجتهدت، بالناس اللي اتخذلت. شغلانة كبيرة جدا. ومع ذلك في ناس كتيرة قوي مصرة تكون أسير الماضي، اللي شايف إن زمان كانت أيام أحلى، وإن زمان كانت الدنيا أفضل، وإن زمان كانت الأمور غير والدنيا فيها خير، وكل الكلام اللي كتير منه صح بالمناسبة. بس برضو تعالوا نفكر بشكل منطقي، هو إيه اللي بيخلينا نحس إن الماضي أحلى؟ لأنك بطبيعة الحال ما كنتش مسؤول، كانت مسؤولياتك أقل، وانت طفل كان اقصى طموحك ان هدوم العيد تيجي وتنيمها جنبك على السرير، وده طموح مشروع جدا. بتكبر وتبقى عندك مسؤوليات، فالطبيعي ان الحياه بتزداد تعقيد، طبيعي ان دماغك تتشغل اكتر، فبالتالي هتشوف ايام زمان احلى. هي ما كانتش احلى او اوحش، هي كانت مناسبه للتوقيت، مناسبه لحجم المسؤوليات. لو شفنا الماضي في حجمه وحدوده هنرتاح كتير جدا، وهنعرف نعيش ايامنا من غير ما نقول فين ايام زمان. ايام زمان سواء كانت حلوه او وحشه او ايا كانت الدراما اللي حصلت فيها، بس الواقع والحقيقي ان اللي حصل زمان عمره ما هيرجع. احب جدا اعرف رايكم في الكومنتات. هل فعلا تاثرنا وتعلقنا بالماضي ممكن يعطلنا عن ان احنا نعيش الحياه ونعيش الايام ونفترض كده في اللي جاي شيء كويس، ولا لا؟ او ان ساعات كتير جدا التعلق بالماضي ممكن يفيد صاحبه بشكل او باخر؟ فاحب جدا اعرف رايكم في الكومنتات.